في الفيديو ده هنعمل مع بعض ديكورات جميلة ومميزة من عصيان الخافض. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش بقى تدعموني وتشتركوا في القناة علشان نوصل مع بعض ال1000 مشترك بإذن الله. يلا بينا نشوف الأفكار. الديكور ده تحفة وشيك هيعجبكوا قوي. جبت 4 عصيان خافض وهلونهم بألوان إكلير. اخترت اللون البني ده وهبدأ ألونهم بالفرشة كده. ومجرد ما تخلصوا هينشفوا على طول، ما بياخدوش وقت. بعد ما نشفوا بقى هرتبهم وهلزقهم شكل المربع كده. هحتاج بقى من المربع ده 6 كمان هعملهم بنفس الطريقة. انا طبعت الصورة دي على ورق تقيل وبيلمع، مش الطباعة العادية. وجبت الصورة من برنامج بنترست، هتلاقوا عليه صور كتير، اختاروا اللي يعجبكم. وهحتاج قطعة كرتون مقاسها مقاس المربع اللي احنا عملناه. هقص بقى الصورة دي بنفس مقاس الكرتونة. بعد كده هثبت الصورة بنقطة شمع في كل جنب. وهاخد مربع من اللي احنا عملناهم وهلزقه على الصورة كده. هشيل بقى التابلو ده وهرتب المربعات. بعدها هرص 4 مربعات بالشكل ده معدولين، وهحط مربع في كل جنب بس بشكل ال7 كده. واخر حاجة هحط التابلو اللي احنا عملناه في النص كده، وهو ده الشكل اللي احنا عايزينه. هلزق بقى الشكل ده كده بالشمع زي ما هو. وبس كده خلصنا. ديكور جميل ومميز، ممكن تنفذوه بالالوان اللي تحبوها علشان تناسب المكان اللي انتوا هتحطوه فيه. جربوه، هستنى رأيكم في الكومنتات. التابلو الجميل ده هنعمله مع بعض بأسهل طريقة ممكن تشوفوها. هنحتاج 4 عصيان خافض، وعشان اغير لونهم هستخدم الوان اكليرك. اخترت اللون البينك ده وهلونهم بيه. انا لونت واحدة وهلون ال3 التانيين زيها بالظبط. كده احنا معانا ال4 جاهزين. بعد كده انا طبعت الصورة دي، جبتها من برنامج بنترست، هتلاقوا عليه صور كتير قوي. انا طبعتها على ورق تقيل وبيلمع، مش الورق اللي هو العادي، لا. هفرغ الصور وهاخد الصور اللي انا محتاجاهم منها. انا هحتاج الصورتين دول. هجيب بقى قطعة كرتون وهقص الصورة، هخليها اصغر من مقاس الكرتونة بشوية. بعد كده احط نقطة شمع في كل جنب عشان اثبت الصورة على الكرتون. هلزق بقى عليها العصيان، واحدة في كل جنب. وبس كده خلصت. بقى شكلها جميل جدا. بصوا شكلها بقى جميل ازاي. ممكن تسيبوها كده وممكن تعملوها علقة زي ما تحبوا. انا هعمل علقة، استخدمت خيط خيش وهلزق عليه قطعة قماش عشان تثبته اكتر. وبس كده عملنا اجمل واسهل تابلو ممكن تشوفوه. انا عملت واحد كمان بنفس الطريقة. بصوا شكلهم جميل ازاي. جربوه، هستنى رأيكم. الفكرة دي مبهجة قوي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. انا هستخدم عصيان الخافض الملونة. اخترت 4 الوان، هحتاج من كل لون 3 عصيان. هرتب ال3 تحت بعض كده، وعشان اثبتهم في بعض هقص عصاية خافض وهلزقها عليهم كده.
وهلزق كل لون بنفس الطريقة. لو ما عندناش عصيان ملونة ممكن تستخدموا العادية وتلونوها بأي ألوان متوفرة عندكم. كده خلاص لزقتهم كلهم. عملت حروف كلمة هوم بالفوم الجليتر الأبيض. ممكن الحروف دي برضو بتلاقوها موجودة في المكتبة جاهزة لو مش حابين ان انتوا تعملوها. والورد الأحمر ده هزين بيه. هبدأ ألزق الحروف، كل لون هحط عليه حرف ووردة. وانا بلزق مش هخلي الحروف كلها في اتجاه واحد، لا هلزق حرف شمال وحرف يمين بالشكل ده كده. كده خلاص لزقناهم الأربعة، وبالخيط ده هلزقهم في بعض. ده خيط مكرمية، ممكن تستخدموا أي نوع تاني متوفر عندكم. أنا هرصهم على الخيط وهسيب 1 سنتي بينهم كده، وهلزقهم بالشمع زي ما هما كده. وبس كده خلصنا. ديكور مبهج قوي هيعجبكم. فكرة الديكور دي سهلة قوي هتعجبكم. جبت 4 عصيان خافض وهرتبهم. وهلزقهم في بعض شكل المربع كده. وهعمل من المربع ده واحد كمان زيه بالظبط. بعد كده جبت 3 عصيان، هحط شمع على واحدة من الجنب، وهلزق فيها عصاية بكيرف كده مش معدولة، وهحط شمع على الجنبين دول وهلزق العصاية التالتة فيه. هنرتب بقى المربعات بشكل السبعة كده، مش هنخليهم معدولين، وهلزقهم في بعض. والتلات عصيان اللي احنا لزقناهم في بعض هنحطهم في النص هنا كده. وهنحط بقى فيهم الوردتين دول، وبس كده خلصنا. ديكور سهل وبسيط، جربوها يعجبكم. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد هعمله بإذن الله.